بزاف منكم سولتوني في التعاليق. محمد امين، واش نشري في مراكش دابا؟ محمد امين، واش الصخيرات باقا فيها الهمزه؟ طنجه واش غلات بزاف؟ اليوم جيت نعطيكم الجواب الصادم اللي ما غاديش تسمعوه من عند السماسره. في 2026 الخريطه تبدلات، وكاينين مدن اللي كنتو كتحلموا بيهم ولاو اليوم كيشكلوا خطر على جيبكم، ومدن اخرى ميكتو عليها وهي اللي فيها الكنز الحقيقي. واش انت مستعد تضحي بشقى حياتك في بلاصه غلط؟ السلام عليكم ورحمة الله. أنا محمد أمين، وهذه قناة ترند فلوس دايركت. نبداو بمراكش وأكادير. هاد جوج مدن هما واجهات مونديال، والأسعار فيهم طارت للسما. إلا كنتي باغي تشري في قليز أو تغازوت دابا، فانت كتشري في القمة، والربح غيكون قليل. الهمزة الحقيقية في مراكش وأكادير هي في المناطق المنسية اللي غيدوز منها الترامواي الجديد أو طرق السيارة اللي غادية للملاعب، تما فين كاين الصرف. دابا نطلعوا للشمال. طنجة. طنجة ما بقاتش مدينة، ولات دولة اقتصادية. ولكن رد بالك، كاين فخ كبير في بعض المناطق اللي فيها مشاكل التحفيظ والنزاعات. اللي كيسول على القنيطرة والسخيرات، هادو هما الأحصنة السوداء في 2026. السخيرات ولات هي البوابة الجديدة للرباط، والثمن فيها غادي وكيدوبل بسبب القرب من المحيط والمشاريع السياحية الجديدة. أما مكناس فهي المفاجأة. مكناس مدينة مظلومة عقاريا، ولكن مع الربط الجديد بالسكك الحديدية وتوسيع الأحياء الجامعية، الاستثمار في البرطمات الصغار تما كيجيب دخل شهري محترم ومضمون، لأن المنافسة تما باقا قليلة. ولكن دير في بالك واحد السلاح الشري للأغنياء. هاد الناس ما كيشريوش غير حيت المنطقة زوينة، كيشريو حيت كاين قانون جديد غيطلع الثمن أو مشروع ملكي غيبدا تما. إذن أشنو هي الخلاصة؟ إلا عندك ميزانية متوسطة، قلب في القنيطرة والسخيرات. إلا كنتي باغي الأمان طويل المدى، مكناس هي الحل. وإلا كنتي باغي تغتنم الفرصة وتصور الصرف في قل وقت، قلب في ضواحي طنجة مراكش. وقبل ما تخلص العربون في أي مدينة، تأكد من قانون الشيك الجديد. هاد القانون غيغير بزاف ديال الأمور في المعاملات العقارية في 2026. أنا مازال ما هضرتش عليه بالتفصيل في القناة، ولكن إلا كنتم مهتمين وبغيتوني ندير عليه فيديو خاص ونشرح لكم كيفاش تحميو راسكم، خليوها ليا في التعليق وقولوا لي بغينا قانون الشيك. وإلا لقيت تفاعل كبير، غيكون هو الموضوع ديال الفيديو الجاي إن شاء الله، باش ما تصدقش في مشاكل ما ليها آخر. أنا عطيتكم دابا المدن اللي سولتوني عليها، ولكن السؤال لكم: شكون فيكم اللي فايت ليه طاح في فخ السماسرة في وحدة من هاد المدن؟ عاودوا لنا قصصكم في التعاليق باش كل شي يستافد. ما تنساش جام وبارطاجي هاد الفيديو مع أي واحد باغي يشري دار في هاد المدن. كان معكم محمد أمين، تهلاو في فليساتكم ونشوفكم في الفيديو الجاي. تبارك الله عليكم.